هو قال انه بيحبني، بس اللي ظهر لي بالليل كان غير. انا اسمي ليلى، وكنت فاكرة ان الرعب بيجي بس من الضلمة، حدوتة او فيلم او احلام. ما كنتش اعرف ان الرعب الحقيقي ممكن يجي في صورة حد بتحبيه. قابلته في الجامعة، كان هادي وعمره ما رفع صوته. كل البنات كانوا شايفينه الولد المثالي، وانا زي اي واحدة صدقت الصورة. حبينا بعض، ومن اول اسبوع كان بيقول جملة غريبة شوية، بس انا ما خدتش بالي وقتها. كان بيقول لي انا عارف كل حاجة عنك. كنت بحسب انه سأل عليا زي اي علاقة في الاول. اول حاجة بدأت تقلقني كانت بالليل. كان بيبعت لي رسايل في وقت غريب، 3 الفجر 4 الفجر، والمسجات كانت مش شبهه ولا كانت طريقته في الكتابة او الكلام. وفي مرة لقيت مسجات غريبة: اوعي تنامي وانتي زعلانة، انا واقف تحت البيت، انتي مش لوحدك، انا شفتك وانتي بتعيطي، كنتي بتعيطي ليه؟ رحت في مرة اسأله الصبح، يقول لي انه ما بعتش حاجة، وراني تليفونه وما كانش فيه اي مسجات. لحد لما في ليلة كنت قاعدة في اوضتي والبيت كله كان نايم، لقيت الباب بيتفتح ببطء وبعدين يتقفل. قمت بسرعة فتحت الباب، مفيش حد. قلت يمكن الهوا، بس كل الشبابيك كانت مقفولة. رجعت اقعد، سمعت صوت همسه في ودني. زعلانة مني ليه؟ يومها ما قدرتش ابدا انام. بدأت احس ان في حاجة غلط، ومش غلط طبيعي، غلط مرعب. والرعب ما بقاش بالليل بس. كنا بنقعد سوا وفجأة يقول لي: انتي امبارح كنتي لابسة ابيض ليه؟ اللون ده مش بيليق عليكي. مع اني ما قلتش لحد ومحدش شافني. وفي مرة كنت بعيط وسمعت صوت همسه في ودني. بطلي عياط، انتي عارفة ان صوتك بيضايقني. مع انه مش موجود ولا يعرف اني بعيط ولا حتى فاهمة ازاي وصل. قررت اواجهه، قلت له: انت بتظهر لي بالليل. بصلي بذهول وقال لي: هو انت كويسة؟ انا عمري ما خرجت بالليل من البيت اصلا. بس نظرة عيني كانت بتقول انه عارف اكتر مما بيقول. اكتر ليلة خوفتني كانت الليلة اللي سمعت فيها نفس صوته جوه اوضتي، ولكن ما كانش هو. الصوت كان اعمق واهدى ومليان غضب. قال لي: انت بتبعدي ليه بتعملي كده؟ صرخت وجريت بره الأوضة، وأول ما خرجت تليفوني رن، كان هو. قال لي: ها لسه سامع الصوت؟ أنا قلتلك ما تخافيش، ده مش أنا. هنا بقيت مش فاهمة إيه اللي بيحصل. هو إيه ده اللي ده مش أنا؟ وإزاي عارف إني سمعت حاجة؟ فضلت يومين ما بتكلمش معاه، وفي الليلة التالتة جالي منه مسج: دلوقتي تقدري تعرفي الحقيقة، افتحي الباب. رحت فتحت، والمفروض اني كنت الاقيه، بس اللي شفته ما كانش انسان، كان ظل، حد له نفس صوته لكن ملامحه مش واضحة، مجرد هيئة واقفة بتتنفس. قال لي: أنا بحبه زيك ومش هسيبه لوحده. وجري ناحية السلم واختفى زي الهوا. رجعت أجري جوه البيت، فتحت الموبايل لقيته بعت لي: لو شفتيه ما ترديش عليه، ده عايز ياخدك مني. بقيت زي المجنونة، عملت له بلوك وكسرت الموبايل. ولحد اللحظة دي معرفتش الحقيقة، ولا فهمت مين فيهم الحقيقي، ولا مين اللي كان بيظهر لي، ولا مين اللي بيبعت لي، ولا مين اللي شفته. كل اللي عرفته ان في ناس مش لوحدهم، ولو الليلة دي اتكررت تاني او في صوت تاني نده عليا عمري ما هرد، ولو بايدي اختيار عمري ما هختار اني اروح الجامعة.